صباح الفل. في خبر عاجل جدا وننضم للإنجازات المصرية في عالم الفيزياء بعد الدكتور أحمد زويل. الدكتور المصري محمد حسن الفيزيائي المعروف قام بثورة في مجال الاتصالات وتشفير البيانات اللي بتخدم كل الهيئات الحكومية والدول والاتصالات ما بين الدول وتشفير البيانات. قام باختراع ضوء من الليزر بيساهم وبيساعد على تشفير كل البيانات ومنع التجسس. الدكتور محمد حسن من تلامذة الدكتور الراحل العظيم الفيزيائي المعروف أحمد زويل، واللي خدم والتلمذ في الأكاديمية بتاعته في مصر. وكمان اخترع السنة اللي فاتت 2024 اللي ابتكر أسرع مجهر في العالم اللي بيصور سرعة حركة الإلكترونات اللي هي أقل من الفيمتو ثانية، واللي سماها هو الآتو ثانية. فده إنجاز جديد ينضم لإنجازات الدكتور محمد حسن الفيزيائي المصري. ومصر ولادة، ومصر دايما خيرها على العالم، وابتكارات أبنائها بتفيد كل البشرية. فمصر منتظرة جائزة نوبل في الفيزياء للدكتور محمد حسن.